ازيكم يا شباب؟ الدنيا ما هي إلا تأثير وتأثر، بمعنى إن كل حاجة حوالينا بداية من مخلوقات السماء والأرض وصولا للهواء اللي بنتنفسه كلها تحت عنوان تأثير وتأثر. وكأن سنة الحياة بتجبر كل ما عليها لفكرة التأثير والتأثر، واللي بنسميها باللغة البسيطة دوام الحال من المحال. فلو فكرت شوية هتلاقي إن من أبسط كائن لأضخم وأكثر الكائنات الحية تعقيدا تندرج تحت عنوان عدم دوام الحال. بس خليني أقولك إن من عظمة خلق ربنا سبحانه وتعالى إنه جعل بينا ما يسمى الاختلاف، لدرجة إن حتى كل صباع في كفة إيدك ليه بصمة مختلفة عن التانية. وبناء عليه جوه فكرة التأثير والتأثر هتلاقي عاملين ليس لهم ثالث، عامل مؤثر وعامل متأثر. وعلشان تفرق بينهم بكل بساطة شوف أيهم أقوى، هتعرف فورا أيهم المؤثر وأيهم المتأثر. ولأن حضارتنا المصرية العريقة تعتبر أقوى حضارة مرت على وجه الأرض، فبناء عليه وبكل بساطة هتكون هي دايما العامل المؤثر. والأعظم من كده كمان إنها لم تكن العامل المؤثر في أثناء تمكنها وقوتها وبس، بل حتى في أثناء وجودها تحت قوى متسلطة أو محتلة. والدليل على ده هو ان مفيش قوة على وجه الارض عدت على مصر الا واكتسبت منها، سواء اقتصاديا او حتى اجتماعيا وفكريا. حتى لما عدى على مصر فترة كانت تحت حكم مملكة فوش السوداء المدعين حاليا بملكية الحضارة المصرية، كان وقتها في العصر المتأخر، يعني بعد قيام الحضارة المصرية اصلا، ومع ذلك لم تترك اي اثر في مصر مطلقا. النهاردة هنكون معاكم من موقع الحدث، موقع الادعاء، من هنا داخل المتحف المصري بالتحرير، علشان نشوف كلام كل قطعة عن نفسها وردها على الادعاء المزيف اللي حصل من داخل جدرانه. تعالوا نشوف مع بعض. القطع اللي احنا شايفينها قدامنا دي بتوضح بشكل قاطع مكانة الشعوب السوداء عند الملوك المصرية القديمة، واعتبارها ضمن الأعداء والأسرى، وانتصار ملوك مصر عليهم في كل المعارك، واللي يعتبر دليل قوي جدا لفكرة عدم انتماء الحضارة المصرية للشعوب السوداء أو الأفارقة. والدليل البديهي الأقوى من ده كمان هي الملامح، فبنلاحظ إن ملامح الشعوب السوداء أو الأفارقة بتكون غليظة شوية، فيما يتنافى تماما مع الملامح اللي احنا شايفينها قدامنا في كل أنواع الآثار المصرية، سواء التماثيل المجسمة أو النقوش، واللي بنشوف فيها طابع من الملامح الرقيقة المتنافية تماما مع ملامح الزنوج أو الأفارقة. إذن لا وجود لهم قديما إلا كأعداء وأسرى مهزومين زي ما احنا شايفين. وكل ده كمان غير الإثباتات العلمية من تحاليل جينية للمومياوات المصرية وإثبات انتمائها بلا شك للمصريين. بالإضافة إن كل قطعة أثر وكل مبنى أثري في كل محافظة في مصر كافي تماما لإيضاح كيف كانت مكانة تلك الشعوب قديما. إذن وبكل وضوح نحن لسنا ضد السود مطلقا، ولسنا مؤيدين لأي تفرقة عنصرية حدثت لهم في الماضي، بل نحن فقط ضد أي ادعاء مزيف ينسب الحضارة المصرية لأي مالك إلا المصريين. وبكده أكون خلصت كلامي معاكم في أدلة بديهية لإثبات عدم انتماء الحضارة المصرية لغير المصريين. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات تانية.